أراكم قد رجعتم فارغي الوفاض. يوزرسيف أمر بأن يبيعوا الحنطة للأثرياء والكهنة ب3 أضعاف سعرها. لقد استهزأوا بنا أمام الناس وسخر الناس منا. من كان لا يصدق أن الحنطة ستكون يوما ما أعز من الذهب؟ هذه ضربة قاضية يوجهها يوزرسيف. أنا أيضا لو كنت مكانه ما كنت لأعطي الأمان لعدوي، وكنت أستغل هذه الفرصة إلى أقصى حد ممكن. وما الحيلة الآن؟ آلاف الناس من أهل المعبد يطلبون الخبز. هذه حرب، ومن أصول الحرب استخدام أساليبها المختلفة. الغلبة الآن ليوزرسيف. يجب علينا أن نهادن. لكن هل علينا أن نقبل بالهزيمة؟ يوزرسيف كان يتمنى هذا. إن لم يدفع عنا سلاح اللسان سنكون مجبرين على إشهار سلاح اللسان. علينا أن نقصد قصر أخناتون ونتحدث معه بشأن القحط والحنطة، وأن نطلب منه أن يعطي الحنطة للمعبد مجانا أو بثمن رخيص. اذهبوا وأخبروا أخناتون أننا نطلب لقاءه. ما الذي حصل حتى أراد ألخماه هذا لقاءنا؟ لعل مشكلة القمح قد جعلته يتراجع ويقبل بالهزيمة. لا شك أن مخازن المعبد قد فرغت في السنتين الماضيتين. أظن أنه من الأفضل أن يكون يوزرسيف موجودا هنا أيضا، وإلا فسوف نعجز وحدنا عن مواجهة ألخماه الخبيث هذا. ادعوا لي يوزرسيف. يوسف، يوسف، لما أنت نائم هنا؟ لقد غفوت للحظة. رأيت تلك العجوز المحتاجة في منامي مجددا. أليست مألوفة لك أبدا؟ بلى، أشعر أنني على معرفة بها، لكن مهما أمعنت النظر لا أدري متى وأين رأيتها. لا أدري لما لا أتمكن من رؤية وجهها. إن عمدت إلى أخذ لائحة بأسماء العجائز المحتاجات من مأموري الإحصاء، فلعلك تجد فيها اسما مألوفا أو يظهر لها أثر. لو كانت ثمة مصلحة في التعرف إليها كنت لأرى وجهها. إبقاء الأمر مبهما لا يخلو من حكمة قطعا. أظن أن ألخماه والكهنة يريدون لقاء أخناتون لرفع شكواهم إليه، وهو لا يريد أن يكون لوحده في مواجهتهم. أنا أيضا علي أن أكون موجودا. هل حضورك ضروري حتما؟ أجل، أظن أن مواجهة عبادة الأصنام قد دخلت مرحلة جديدة. يجب أن تكون الآن ذخيرة المعبد قد نفدت.